بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أخي العزيز ولي العهد سمو الأمير نايف، أصحاب السمو والأمراء، أصحاب المعالي وزراء مجلس التعاون للخليج العربي، السادة سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أخي خادم الحرمين الشريفين على احتضان هذا اللقاء بين الأخوة أطراف العمل السياسي في الجمهورية اليمنية. كان هذا الخلاف منذ 10 أشهر مضت له تأثيرا كبيرا في المجال الثقافي وفي المجال التنموي وفي المجال السياسي، مما أدى إلى تصدع في الوحدة الوطنية وتدمير ما بني خلال السنوات الماضية في المجال التنموي وفي مجال بناء الإنسان، أنه يحتاج إلى عشرات السنوات إلى إعادة بناء ما خلفته الأزمة الطاحنة. توجت هذه الأزمة بالمؤامرة الكبيرة وأستطيع أقول الفضيحة الذي حدثت في جامع دار الرئاسة بصنعاء. لقد كان الصهاينة أهون مننا نحن في البلدان العربية والإسلامية عندما عقدوا العزم على تصفية الشيخ أحمد ياسي في الجامع، ولن يجرؤوا لقتله في الجامع، بل تركوه حتى خرج إلى خارج الجامع فأقدموا على قتله. هؤلاء هم الصهاينة. فما بالك نحن المسلمين والعرب والأشقاء، إلى أين وصل هذا الحقد الدثير وهذه الثقافة التي ليست من ثقافتنا لا في الأمة العربية والإسلامية ولا في اليمن فحسب، بل ثقافة دخيلة على وطننا العربي، وهي رياح هبت من المغرب العربي حتى وصلت إلى المشرق العربي، وهي ثقافة تأثيرية وليست ثقافة برامجية أو أجندة خاصة بالمنطقة، ولكن أجندة خارجية ننفذها نحن العرب والمسلمين. فنأسف لما حدث في اليمن، وكنا نطمح إلى أن يتم التبادل السلمي للسلطة بطرق سلسة وديمقراطية عبر ما اخترناه لأنفسنا جميعا في عام 1990، وهي التعددية السياسية الحزبية وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة. هذا ما اخترناه نحن اليمنيون لأنفسنا في عام 1990، وتم الاستفتاء على هذا الدستور. وقد ائتلفنا لمرتين في المشاركة في السلطة، ولكن أشقائنا وأخواننا في المعارضة أبوا أن يشاركوا في السلطة وقالوا اتركونا نخرج إلى المعارضة، وقلنا لا مانع، ولا نحن ما كنا نريد أن ننفرد بالسلطة على الإطلاق، كنا نريد أن يكونوا شركاء معنا، على الرغم من أن دستور الجمهورية اليمنية يقول هناك تعددية سياسية وحزب الأغلبية هو الحاكم. وها نحن نلتف اليوم على الدستور ونعمل انقلاب من 10 أشهر في الوطن زهقت فيها الأرواح، بل العشرات والمئات، أكثر من 1150 قتيل. هذا من الجانب الرسمي من العسكريين الأمنيين والقوات المسلحة والمدنيين، ولا حرج.
بسبب الوصول إلى السلطة في الوقت الذي لا نمانع أن نكون شركاء في السلطة، لكن بطرق سلمية. لما نتحدث اليوم عن الانتقال السلمي والسلس والديمقراطي للسلطة، كيف نتحدث عن الانتقال السلمي والسلس للسلطة بعد أن أزهقت الأرواح؟ ولماذا ما بدأنا من وقت مبكر أن لا تزهق الأرواح ونبحث الشراكة؟ وها نحن اليوم نرحب بالشراكة مع أخواننا وأبناء جلدنا في المعارضة في الشراكة لإدارة شؤون البلاد وإعادة بناء ما خلفته الأزمة. وليس المهم هو التوقيع، ولكن المهم هي حسن النوايا، حسن النوايا والبدء بعمل جاد ومخلص لشراكة حقيقية في إعادة بناء ما خلفته الأزمة خلال الأشهر الماضية. فنتطلع بكل ثقة إلى أن أشقائنا وفي المقدمة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وقادة مجلس التعاون الخليجي وكذلك الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أن يراقبوا ويساعدوا ويشهدوا، يراقبوا ويساعدوا ويشهدوا على سير تنفيذ هذه المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة في تنفيذ ما نصت عليه هذه المبادرة. فنحن نتطلع بكل ثقة إلى أن أشقائنا سيولون هذا الموضوع جل اهتمامهم، ونحن سنكون متعاونين، وأنا سأكون من المتعاونين الرئيسيين مع الحكومة الائتلاف القادمة الذي يشارك فيها الإخوان في المعارضة والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه. فشكرا لأخي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب معالي الوزراء على الإعداد لهذا الحفل البروتوكولي للتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.